التلاجة فيلم من إنتاج المركز القومي للسينما، مدته 15 دقيقة تقريبا، وهو يعتبر فيلم مجتمعي سياسي بيتكلم عن طبقات المجتمع اللي هي بتمثلها طبقات التلاجة، من أول الدرج لحد الطبقات اللي فوقيه، لحد الفريزر اللي هم أغلى أنواع المأكولات اللي بتتحط في الفريزر. بيدور صراع حوالين فكرة إضاءة نور التلاجة، يعني هم مش عاجبهم فكرة إن هم يعيشوا في الضلمة، فبيقرروا إن هم يعملوا زي ثورة كده إن هم ينوروا النور ويفضل منور على طول. بيبتدوا يحاولوا يعملوا ده، فبيلاقوا بعض الصعوبات، وبعد كده بيقرروا إن هم يعني بيقابلهم بعض الصعوبات من بعض المأكولات اللي رافضة إن النور يتنور، لحد لما يعني بتحصل مغامرات بقى بنشوفها في الفيلم، وبتبقى النهاية مفاجأة برضه. هو معمول بتقنية ال 3D ومترندر بتكتشر 2D. ده افكت بيتحط في اخر يعني بعد ما بيخلص الفيلم مونتاج وكل حاجه بيتحط عليه في الاخر افكت 2D وبس. بتتظبط طبعا الاضاءات بتاعته والمؤثرات البصريه، مش المؤثرات طبعا. تراك الصوت عامله دكتور شريف نور، موسيقار مهم يعني، وهو اللي عامل المزيكا والمؤثرات الصوتيه وكده. شكرا يا فنانه، وبالتوفيق بالتقدم والتوفيق. ميرسي قوي ليكم.